العمل ده وبعد مرور 10 حلقات منه لحد دلوقتي ولسه قدامه كتير على ما يخلص، إلا إني حبيت أغير في الإضاءة عندي علشانه، عشان لما أكلمكم عنه بعد كده أقدر أكلمكم وأنا كده، لأن الآي كونتاكت دلوقتي أعتقد إنه هيكون شيء مهم. فيلا بينا بقى لمناقشة ما تم عرضه من المسلسل لحد دلوقتي. المسلسل اللي هتكلم عنه هو مسلسل الحشاشين. المسلسل اللي بستنى كل حلقة فيه علشان أشوف كادرات فعلا جميلة وحركة كاميرا وشكل ألوان وصورة مش متعودين عليها في الأعمال المصرية والعربية. الديكور الحلو والموسيقى للأستاذ أمين أبو حافة فعلا مبدعة وبتنقل الواحد لمود المسلسل بشكل ممتاز. وخلينا نبدأ نقاش المرة دي في المسلسل زي ما المسلسل نفسه بيبدأ بالراوي أحمد الرافعي اللي بيقوم بالأداء الصوتي للراوي الأحداث للمسلسل ده. مش بس صوته جميل وأداؤه أجمل، لكن كمان كان نفسي يكون موجود كممثل في المسلسل بدلا من أشخاص في إجماع عليهم لأن اختيارهم ما كانش موفق. لكن ده برضه ما يمنعش إن أديله حقه وأقول إن صوته وطريقته في الأداء الصوتي مميزة فعلا. أحمد الرافعي ممثل كبير كسبناه من فترة، وإن شاء الله أنا مستني منه كتير قدام. المسلسل وبعد رحلة حسن الصباح الطويلة من عهد بينه وبين أصحابه لارتحاله لمصر لنشر مذهبه لخروجه منها وبداية إنه يكون أتباعه لدخوله لقصر الدولة السلجوقية، وإنه بقى شغال في مكان حساس فيه لمحاولة قتله للخليفة وسجنه، ثم هروبه واستحواذه على قلعة ألموت، وأخيرا هتبدأ ملحمة الحشاشين. واللي أقدر أقول لكم ببساطة إن كل اللي فات كان تحضير للحظة دي اللي منها ينطلق المسلسل بأحداث خلدت اسم طائفة الحشاشين كجماعة من أعنف وأشرس الجماعات اللي مرت عبر التاريخ. وما بناخدش أي وقت، ومن أول حلقة بعد استحواذ حسن ابن الصباح على القلعة بنشوف تنفيذ عمليات اغتيال بالفعل القصد منها هو إرسال رسائل واضحة سواء لنظام الملك أو للسلطان ملك شاه بأن حسن الصباح قادر يوصل لكم وإن فات عصر الأمان بالنسبة لكم، ويطبقوا كلامه يا مصيركم هيكون الموت. عجبني جدا إن المسلسل ما أخدش وقت نهائي بعد ما النسر لقى عشه واستقر فيه عشان يبدأ ينفذ هجماته. عجبني برضو رسائل حسن بن الصباح للسلطان ملك شاه واللي مكتوبة بحرفية عالية جدا قدرت تضرب العلاقة بين ملك شاه ونظام الملك ضربات عنيفة جدا بمجرد رسالة كتبت على لسان حسن بن الصباح. المسلسل يا جماعة هو عبارة عن عمل فني حقيقي، ومن أهم وظائف الفن والثقافة يا جماعة هي إن العمل الفني يثير جواك التساؤل حتى لو ما جاوبش عليه، أو حتى لو قدم لك جواب أنت مش مقتنع بيه. فكرة إنه يثير تساؤلك ده كافي جدا، لأن ده مسؤول عن تشكيل وعيك بإنك تدور وتسأل وتستفسر، ولما توصل لإجابة تساؤلاتك هيزداد بالفعل وعيك. ومسلسل الحشاشين بكل حالات الجدل اللي بتطرح بسببه دلوقتي تؤكد على إنه عمل فني له هدف جيد وقادر يحققه، مش مجرد مسلسل عابر تشوف فيه حلقتين وتسيبه أو تمل منه. ونقطة إن المسلسل بيقدم تاريخ الحشاشين غلط وإن فيه مغالطات، فرد عليها ان حضرتك مش بتتفرج على وثائقي يا فندم. والله لما تيجي تقدم عمل فني عن السادات ولا ميسي، وقلتها قبل كده والله ايام سفاح الجيزه، فانت ملزم بالشكل الخارجي واللبس وحركه الجسم وتبقى فل لو عرفت تجيب للشخصيه كام لازمه زي بايب السادات او طريقه كلامه، ويكون اهتمامك الباقي بالسياق التاريخي للاحداث اللي مر بيها السادات في حياته بالفعل. لكن مشهد رومانسي بقى مع جيهان ولا حوار جانبي مع احد الصحفيين دي حاجات بتتحط علشان نكمل بيها المشهد اللي في مخيلتي كمخرج للشخصيه. انا مش جاي اقدم لك يا فندم اللي كاتب عنه بس، لان لو قدمت المكتوب بس مش هيكون في اي تتابع او نسق درامي للاحداث اللي انت بتشوفها، فهتطلع تقول لي فيلمك مش متماسك يا استاذ. الاحداث لو كانت خياليه او ما حصلتش فدي مخيله المخرج لتقديم الشخصيه يا جماعه، ما فيهاش اي الزام نهائي للمخرج بالتدقيق في الامر من الناحيه التاريخيه، ولا كان في بقى جنيه قالت له تختار ضلمه ولا نور ولا نيله. دي وسائل بيستخدمها المخرج علشان يسقط على شيء تاني او علشان يختصر حكايه طويله بمشهد صغير يفهمك بيه شيء معين. ما دام احنا متفقين من البدايه اننا ما بنقدمش عمل تاريخي، ده عمل من وحي التاريخ. لكن يوم الحد حسن الصباح اكل باميه في المسلسل، بس هو في الواقع اكل كرنب، فده بقى التصيد يا اساتذه. ونسيبنا بقى من الكلام ده وندردش شويه في ايجابيات العمل الفني، وخليني ابدا بالكتابه تاني، واللي فيها ميزه مهمه تانية غير اللي ذكرتها في فيديوهات سابقه، والميزه دي متكرره في اسلوب الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال،
واللي هي انه يقدم لك كذا شخصية مختلفة يكون بينهم رابط ما سواء صداقة او غيره، علشان يعكس لك على كل شخصية فيهم مدى الاختلاف بينهم والاختلاف في وجهات نظرهم وطريقة تحليلهم للحاضر وتوقعهم للمستقبل. مثلث درامي قادر يخرج منه دايما حوارات وسجالات تفيد العمل اكيد، لكن كمان تشغل الدماغ. استاذ عبد الرحيم لما بتبقى قدامه الفرصة انه يعمل مبارزة حوارية بيعملها حلوة جدا وبيبرز فيها كذا وجهة نظر، وانت كمشاهد تختار انت شايف اي وجهة نظر هي الاصح او الاصوب. كتابة تخليك تشغل دماغك مع اللي انت بتشوفه، مش بتبقى عاوز تسقط نقلة ولا اتنين عشان تبلع المسلسل. فبرافو تاني وتالت يا استاذ عبد الرحيم. وفي كل فيديو انا هعمله عن المسلسل ده هحاول ابرز الجوانب الفنية في اسلوبك وكتابتك واحدة واحدة، عشان لسه الحلقات الجاية كتير. فشكرا يا استاذ على كتابتك الحلوة والغير متحيزة. واستمرارا بقى لنفس نقاط القوة في المسلسل، فالمشاهد اللي بتجمع فتحي عبد الوهاب وكريم عبد العزيز فعلا مشاهد قوية يا جماعة، وفعلا بتثبت جودة وموهبة الاتنين دول. كمان ظهور الممثل سامي الشيخ واللي قام بدور الحارس برزك أميد اللي كان بيعذب ويحرس حسن بن الصباح، لكن بعد ما بيصدق حسن بيخرج ونشوف معاه مشهد قتالي أبسط ما يمكن أن يقال عنه إنه فعلا مشهد رائع، سواء في تصميم الأكشن في المشهد ده أو في التصوير والإخراج له أو في الأداء الحركي لسامي الشيخ نفسه. مشهد محترم ومتعوب عليه فعلا. ونيجي بقى لكريم عبد العزيز اللي عاوز افرد له مساحه شويه في الكلام عن اداؤه في المسلسل ده لحد دلوقتي. مش معنى يا جماعه انه هادي او انه قليل الكلام انك تقول انه لسه ما سخنش مع المسلسل او انه بيمثل وهو ملوش نفس. اللي بيقولوا الكلام ده اكيد ما شافوش في حياتهم غير التمثيل بتاع الحكم اللي جاي من ظهر عربيه نقل، التمثيل اللي كله زعيق وكلام فيه وزن وقافيه ده ولازم ينتهي بمد ايد ورجل ولسان. لا يا حبيبي منك ليه. التجسيد السليم في الاساس مبني على التعبير بوشك وبحركه جسمك عن اللي انت عاوز تقوله او عاوز توصله للمتلقي، ودي كانت بدايات السينما في الاصل، السينما الصامته، ودي اللي فيها الممثل كان لازم يبقى متمكن جدا من رياكشنات وشه ويكون واعي جدا لحركه جسمه اللي من خلالها هيوصلك لشعور معين. وتجسيد كريم مفيش اجمل من كده على شخصيه ضخمه وسريه زي شخصيه حسن بن الصباح. في النهايه فالمسلسل حلو جدا يا جماعه، وانصح اللي مش فاهمينه قوي انهم يركزوا جدا مع بداية كل حلقة وقت ما الراوي بيتكلم. لو ركزت في كلام الراوي جدا هتفهم كل حاجة وبشكل سريع وملخص. وفي الفيديو الجاي عن الحشاشين انا هتكلم شوية بقى عن نقاط انا شايفها انها ممكن تبقى نقاط سلبية تجاه المسلسل ده، فانا مش عاوز اطول عليكم المرة دي اكتر من كده، بس فكفاية كده لحد النهاردة في كلامنا عن مسلسل الحشاشين، ونكمل في فيديو جاي ان شاء الله. لايك وسبسكرايب يا جماعة عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.